تم حل المشكلة، البيانات غير صحيحة لبعض التواريخ 23 و 24. يعني تم حل مشكلة تاريخ 23 و 24 أغسطس. تمام. المشكلة اللي كانت موجودة في عدد المشاهدات وعدد الساعات وعدد المشتركين، وكانت في الار بي ام كذلك الأمر. تمام. لو جينا هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، هتلاقي هنا عدد المشاهدات كان دايما لو حطينا الماوس هنا كان بيجيب لنا بيقول لك البيانات غير صحيحة في تاريخ 23 وتاريخ 24 أغسطس. يعني 23 و 24 أغسطس كانت البيانات غير صحيحة زي ما انتم شايفينها. تمام. برضو لو جيت هنا عند الساعات كنت هتلاقي هنا برضو بقول لك وقت المشاهدة بالساعات، كان هيجي لك برضو كذلك الأمر، هيقول لك ان كان في البيانات غير صحيحة لبعض التواريخ 23 و 24. ولو كنت برضو كانت هنا في حاجة، كانت في خانة هنا محطوطة تحت في الجزئية ديت. تمام. كانت بتقول ان 22/8 و 25/8 في مشكلة فيهم البيانات غير متوفرة. تمام. فالنهاردة الحمد لله احنا قلنا في الفيديو السابق، وهتلاقي ظهر هنا في علامة الاي، قلنا فيه ان المشكلة ده هتتحل ممكن خلال الاربع ساعات الجايين، الست ساعات، ممكن خلال 6 ساعات، ممكن خلال يوم يومين ثلاثة، قلنا بالكتير قوي اسبوع. ولكن المشكلة تم حلها في حوالي اقل من 24 ساعة، وكانت المشكلة تم حلها. وزي ما انتم شايفين هتلاقي هنا عدد المشاهدات بقى جايب لك سهمه باللون الأخضر، وعدد الساعات كذلك الأمر، وعدد المشتركين طبعا هو جايب لي بالسهم اللي هو تحت ده، بيقول لك إن المشتركين يعني قليلين جدا. تمام. عن أقل بالنسبة 45% مقارنة بالأيام 28 السابقة. يعني طالما جاب لك المشتركين إن هو زائد 17، إن هم زادوا 17 مشترك، وهنا جايب لك السهم ده بيقول لك يعني ان المشتركين بتوعك تمام قليلين جدا. فعشان كده جايب لك ايه السهم اللي هو لونه رصاصي، وجايب السهم لتحت. لو جاب لك نفس وقت الساعات كده جاب لك السهم باصص لفوق باللون الاخضر، وعدد المشاهدات السهم باللون الاخضر. تمام. وسهم باصص لفوق. تمام. فاعلم ان عدد المشاهدات وعدد الساعات بتاعتك بيطلعوا ماشي، وبتكون افضل، فبيديك اللون الاخضر والسهم الفوق ان هم بيطلعوا. تمام. لو اداك اللون الرصاصي زي المشتركين واداك سهم تحت، يعرف ان هو مفيش مشتركين جدد بتيجي. تمام. ولكن هي دي مش قصتنا، ولكن اللي انا عايز اوصله لك ان تم بالفعل حل مشكله البيانات غير صحيحه، او مشكله البيانات غير متوفره لبعض التواريخ اللي هو 22 و 25. ومن فوق طبعا قال لك 23، قال لك 23 وقال لك 24 اغسطس البيانات غير صحيحه. تمام. اتمنى اكون افدتكم. يعني اللي انا عايز اوصله لكم ان تم حل المشكله الحمد لله في المشاهدات والساعات والمشتركين، وفي الار بي ام برضو كذلك الامر تم حل المشكله، وكل حاجه رجعت لطبيعتها ومفيش اي مشكله. فما تقلقش دايما لو اليوتيوب عمل مشكله واعترف ان هو المشكله دي من عنده وهو اللي بيعملها وهو جاري على اصلاحها، فما تقلقش، اليوتيوب هيصلح لك كل حاجه. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.